بسم الله الرحمن الرحيم. سقطت تدمر. هذا العنوان اللي نحن عم نسمعه من 3 سنين لهلا بين الفصائل بالشام. سقطت منطقة كذا، سقطت منطقة كذا، سقطت منطقة كذا إلى آخره. بالحقيقة أنا مقالاتي مخططات فصلت كتير الأسباب اللي بتؤدي لهذا الموضوع، يعني ليش سقطت المنطقة. والأهم إنه أغلب مقالاتي مخططات، إنه أغلب اللي عم يصير أنا كنت أقول لك يا قبل ما يصير إنه هيك بده يصير. قبل ما يصير طبعا، مو لما يبين لي إنه هيك الشغلة، يعني مثلا الجيش وصل مثلا قلعة تدمر وقال لك تدمر بدها تسقط، لا، الحكي غالب الأمور كنت أقول لك إياها وكانت يعني مستبعدة جدا. كان مستبعد جدا أصلا، إنه أغلب اللي إنه سمعان بالعبد الفقير هو سمعان منه كلمة وستذكرون، أو سمعان إنه هذا الزلمة عم يقول هيك بده يصير وعم يصير، رغم إنه كان يعني مستبعد جدا إنه يصير، بيكون بالمنطقة بقوم بيصير بعد فترة بتمرق بيصير. حتى تدمر أنا بعد ما أول ما صار الأحداث، أول ما بلش تدخل روسي، قلت هو عينه لا تخطئ على تدمر. يعني أول حركة بدي أسويها ضد الدولة، لو تتذكر بوستي، قلت بده يجي على مطار كويرس ثم على تدمر، لأنه بده يدخلها، لأنه هيدي بده يستفيد منها إعلاميا كتير موضوع تدمر على الموضوع الاستراتيجي. أخر الموضوع بالصدفة، خلينا نقول بالصدفة، صارت أحداث بروكسل، هو بعد أسبوع من أحداث بروكسل نهاها لتدمر. يعني خلينا نقول بالصدفة، تمام. كله صدف، سبحان الله، عم تجي بصالحه لهالنظام. يعني سبحان الله، مؤيد من الله بتقول هالنظام. عجيب، يعني يا هيك مؤيد من الله، يعني ما عجيب، يعني كل شيء عم يجي بصالحه، خاصة يعني ما انه شيء مرسوم او شيء مخطط او لا، هو صدفة هيك الله عم يوفقه لهالنظام بركي. هيك انتوا هيك عم تقولوا لما انت عم تقول انه هي صدفة، يعني او ما اكيد ما في شيء وراها. يعني هو العجيب انه نحن بهالزمان زمان اللي نحن طالعين فيه من حرب باردة، الحرب الباردة بين محورين اللي كانت هي اسمها حرب استخبارات، تمام. يعني إذا بتقرأ عن هذه المواضيع، وإذا يكون عندك خبرة وتجارب، شيل الموضوع إنه تعرف الاختراقات وأسرارها. يعني غالبا إذا كان موضوع صدفة بصير بتشك فيه، إذا هو صدفة تقدير فقط بتشك فيه. فكيف إذا كان الموضوع متكرر من 3 سنين لهلا وكل شيء يعني عم يرسم؟ طيب السؤال اللي هن أعجزون أو تعبون يعني بين أنصارهم، وجزء هو ما عم يسترجوا أنصارهم يقولوا لهم إياه، بس أنصارهم بقلوبهم اللي عم يتعبوا لعب الفقير عم يعجزهم هذا السؤال، إنه هذا الزلمة كيف عرف؟ كيف الزلمة هذا بيعرف؟ كيف هذا الزلمة عم يقول لك هيك بده يصير وهو 90% من توقعاته تصير؟ ما رح أقول أكثر. ها، طبعا بعلم التوقع الاستراتيجي لو بتعرف شو معناته 90% من توقعات تصير كنت عرفت شو معناته هالكلام. طيب هذا السؤال اللي أعجزون، اللي تعقبون، إنه يعني كيف هذه وستذكرون يعني 90% ما رح أقول أكثر بتقوم بتصير. طيب كيف عم يصير هذا الموضوع؟ هل هو يا ترى يعني زلمة ساحر، أو زلمة مثلا مكشوف عنه الحجاب، أو زلمة عم ينزل عليه الوحي، أو زلمة يعني عميل الاستخبارات الدولية؟ طيب إذا عميل الاستخبارات الدولية وبروح بكشفهم أنا، يعني أنا بكشفه بقول لك هيك بده يصير يعني. طيب هذا الشيء يعني ما فكرت فيه أنت؟ كيف يعني كيف عم يصير هذا الموضوع؟ طيب سقط التدمر، بيطلعوا لك هلا أنصار الدولة، شفتوا يا خوانة بسبب الهدنة تبعيتكم النظام تفرغ لنا وصار يجيب يعني المقاتلين ومن المناطق كلياتها وهجم على تدمر وسقطت تدمر، وبلشوا انه قصف شديد الطيران الروسي تمام. نفس الشيء 3 سنين هلا. طيب والاحلى انا يعني اللي بيلفت نظري مو هن، اللي بيلفت نظري القطيع اللي بيمشي وراهم اللي 3 سنين هلا، اللي نفس الحكي 5 سنين، نفس الحكي نفس الحكي نفس الحكي نفس الحكي. اول شيء كان الفصائل الاسلاميه حق على الجيش الحر، الجيش الحر حق على الفصائل الاسلاميه اللي ما بعرف. طيب لك يا حبيبي هلا هن عملوا هدنه، وانه هن ما بعرف ايش، وانه هلا حقيقه هذا الموضوع صحيح. يعني فعلا هو الهدنه إلى تأثير، لما هدنه فرق صار يجيب من لاذقية صقور الصحراء وما بعرف شو تبين أيمن جابر، وصار يجيب من ريف حلب تفرغوا من حزب الله، وصار يجيب من مناطق وتفرغ لتدمر لحتى قدر ينجزها بفترة الأسبوع من شو؟ من هجمات بروكسل، تمام. يعني حتى يقدر ينجزها. بس هلا بنيجي على الحكي، تمام، إنه يعني إنه ليش هلا بهالأسبوع؟ طيب لك بس السؤال هون أنت، يعني أنت لك ما هدول صحوات المرتدين قتالهم أوجب من قتال النصيرية، لأنه هن ما بعرف شو، وإنه هن لك ما أنت العاهد إذا مسكتهم عم تذبحهم ذبح، مو إنه قتل برصاص ذبح.
لك بعدين جاي تقول لهم ليش شهدنا؟ لك العمى والله ما بعرف امركم عجيب. لك نفسكم يعني بتقعد تحكوا على كنتوا بتنقدوا انصار الفصائل الثانيه. يعني مثلا النصره لما كان تسقط معركه تقول كله من داعش، كله من الدوله، الحق على الدوله، الحق ما بعرف شو، مثل هذا الاصدار الاخير يعني هذا عطون شرعي العام عندهم صار يقول لهم انه يعني كنا نحن نحرر سوريا. طبعا حكي قايله انا من سنه ونص هيك بدهم يقولوا بس داعش منعتنا. لك طيب انت لك ما هدوك لك انتم هدول داعش بتصير الخوارج اللي قتالهم اوجب من قتال النصيريه، العملاء اللي هن نظام التنظيم البعثي. لك بعدين عم تقول انه هيك صار يعني انت لك انت شو ناطر من هيك تنظيم برايك؟ وانت نفس الشيء، شو ناطرين من الصحوات، شو ناطرين من المرتدين، وشو منك انت ليش عم تنقدهم؟ ما هن بده يعملوا هدنه لك بدهم بيجوا يشاركوا مع ضدك يعني انت ليش ما انت اصلا بدك الحرب معهم. انت الحمد لله ما تركت الاشوريين. لك الفصائل لك مكونات نحن بحياتنا نحن اولاد المنطقه هي الشرق الاوسط نحن زمانين فيها، الكلدانيين الاشوريين ما تركت حدا يعتب عليك. الحمد لله كله كفار وكله بده ذبح وكله طبعا بغض النظر يعني هنا مش عم نحكي العقيده لا ما بيهمنا، وكله بده ذبح وعندك وكله بده يسوي وكله كله يعني ما تركت حدا يعني. فوقفت على الصحوات والمرتدين والحكي. طيب اذا الهدنه لها تاثير، لكن خلينا نسال حالنا سؤال مهم. طيب يا ترى هل هي الهدنه هي سبب كل شيء؟ يعني هذا هو السبب انه هو اللي الهدنه؟ طيب انت سؤال، طلعت على مدينة تدمر شيء؟ طلعت على تدمر هلا؟ روح طلع تلفزيون معنا، رح طلع تلفزيون عم بقول لك بث مباشر. طلع عليها لما عم صور لك اياها وقلعت تدمر كيف المدينة. مدينة كبيرة، مدينة بيوتها متقاربة متداخلة. المدينة بتشبه الفلوجة كتير المدينة، حتى نظام بناءها وهيك وكذا. طيب السؤال نظام المدينة، عم نحكي عن المدينة تمام، طول يعني هو صار له 3 شهور تقريبا شهرين عم يناوش تمام. بعدين حسن قوي صار له اسبوع، طول اسبوع حتى اخذ جبل الطار والسرياتيل والجبل القلعة، طول كتير يعني فيهم نوعيا اسبوع. اجى على المدينة اخذها بيوم. طيب السؤال يا محلل عبقري انت، يا الاستراتيجي القائد الكبير، لانه انت يعني عم تحكي هدنة. السؤال جبال جردة صحراء بتقوم بتحط فيها 400 اخ قتل، بتقول كذب، هذا الحكي كذب. لك يا حبيبي والله كذب. تعرف ليش كذب؟ انا بعتقد فعلا كذب، ما 400 يعني رقم قليل، انا بعتقد رقم قليل. جيت انت يا عدو الله، انت القائد، خليني اذا ما قلت عميل فانت غبي، والنتيجة وحدة. النتيجة انتظر مقالي فن الاختراق. مقالي فن الاختراق من اهم المقالات اللي كتبتها. هلا ان شاء الله قريبا بده ينزل. شوفوا انت القائد لما جيت، انها ارض الاسلام لا تدعوا ارضا عدنان يطلع على الماء، ما رح نخلي ارض مسكناها، مستحيل بقى نتركها تمام. وانها ارض الاسلام دافعوا هبوا، نفس الهبوا بس طريقة ثانية. لأنها أرض الإسلام إنها نحن ما نتركها. طيب لوين رحت أنت؟ لك فرضا ما راح أحكي لك على العمليات الأمنية داخل العمق النصيري وحكيت فيها كثير، ولا أحكي لك على جبال الساحل. طلع على جبال الساحل، شجر مي فيها، كل شيء فيها، وعرة. لك والله العظيم أقسم بالله هي قلت لك شرحت لك هي أحسن منطقة حرب عصابات في العالم برأيي. شرحت لك أسباب كثيرة، إن كان المي ولا كان إنه مبعدة كثير، طرق استراتيجية حكيت لك كثير. أنت شو بتسوي؟ عندك الشباب، انت طبعا انت بدك تنسحب يعني غبي او عمي. خلينا نفترض انه زلمه عمي تمام، ما عم احكي على قائد معين، عم احكي مخطط عام يعني في اختراق معين. هلا يعني بيطلع انه الدوله كلها عميله وكله لازم نقتلهم. لك ولا الاحمق اللي بيفهم من كلامي هيك الاحمق. طيب اذا فرضا في واحد عميل قائد بس له مركز حساس، وهذا دائما بنبه عليه انه في حدا مركز حساس بالدوله هو عميل يقينا عندي. طبعا يقينا عندي معلومات كمان قديمة وعندي شيء أسرار بهذا الموضوع، بجوز أنا كان لازم موت مشان هالأسرار ما تطلع. طيب إذا أنت فرض أنت حفكر معي، إذا فرضا في واحد عميل بيرح يجي يقول لهم والله علي مملوك قال لي يا شباب إنه لازم نحن هلا يعني نعطيهم مدينة تدمر، يعني هلا أنت هيك بده يجي يقول لهم إذا كان في واحد عميل أو كان في غبي ما رح يعمل أكثر من اللي صار، ما رح يقدر يعمل أكثر من اللي صار، لأنه إذا عمل هيك رح يجوا جنوده يقتلوه.
رح يجوا جنود ويذبحوه، لأنه هذول جنود صادقين، هذول شباب بتحلم فيهم الأمم. لك هذا شاب بيدخل على الموت، لك هو عم يضحك، لك بيروح بفجر حاله وعم يضحك، أعطوني يا عالم. لك أنا ما بيحترق قلبي إلا هيك شباب، بيحترق قلبي إلا هيك شباب. ما بموت إلا إنه إحنا عندنا هيك شباب. لك كيف بنخسر؟ كيف ليش؟ كيف نخسر؟ لفتة صغيرة ما رح طول لك كلام، يطول بس عليه قيس. تدمر صحراء وفيها كم جبل جرد أجراد ما فيهم شيئات، وفيها مدينة يعني كتير منيحة، مدينة مع انه ضخمة جدا كمان بس كبيرة، مدينة بتشبه الفلوجة. شو بعمل انا؟ تمام، عم بغض النظر انه شو استراتيجيتي انا لما دخلت على تدمر وانا مبينة انه هذا طيران اخر شيء بده يحرقني طيران بده يحرقني صحراء، بده يجيبني واحد خاصة طيران روسي. لك انا ما راح احكي لك على استراتيجية مبينة، بل انه انا ساحر بقول لك بده ياخذوها مبينة. لك انت مبينة بده يحرقك حرق، بده يحرق نفسك. ومع ذلك انت في عندك الجبل، تمام، في عندك الصحراء وعندك المدينة. انت شو بتسوي؟ بتحط 400 واحد واكثر انا بقول لك اكثر، بتحط 400 واحد ينقتل بالصحراء والجرود، والمدينة بتسلمها بيوم. طبعا انت لو كنت عاملين ايش بتسوي؟ هبوا دافعوا عن ارض الاسلام، حطيتهم على الصحراء، حرقهم طيران، حرق هذا تك تك حرقهم حرق. طيب انا طلع قتل 400 اخ، انا طلعت حريص، انا يا اخوان سحبوا خلاص بلاها، ان شاء الله بنرجعنا مره ثانيه قادمون كرارون. انا اذا كنت عميل عم لكم ما بعمل غير هيك، ولا بدي انذبح، بدي تشوفوني. لك انا هال 400 واحد لو حطيتهم بالمدينه، لك الفلوجه لهلا هسه عم يدروا رمادي انت نفسك، انت ما رح يا عنصر الدوله فكر بعقلك الرمادي لما هي الدوله بدها تبقى شوي بالرمادي. لك ما هلا يمكن ما اخذوا الرمادي منيح، مع انه تدمر اقوى من رمادها، يعني تدخل رمادي بيوت بعيده عن بعضهم بشكل عام العراق هيك. لو صارت هال 400 اخ انقتلوا بحرب المدن، بحرب مدينه بقلب تدمر، بدك تسوي شغلتين. الشغله الاولى انه النظام بدك تمسكون ايده وتوجعه في الاثار تبعت تدمر، ما راح يطلع انه والله هو اللي دمرها الاثار. والشغله الثانيه انه هال 40 زلمه لو انقتلوا، ال 40 زلمه اللي حرقتهم بالصحراء وجابهم طيران، هذا التمساح اللي كان ام 128 ما شو اسمه الطياره عم تسلى عليهم تسلايه، لك طيران روسي سوري، هذا الطيران السوري صار يقرق هيك يحلق هيك تسلايه، روح شوفوا مو كلامي. لو هال 400 اخ حطيتهم ماتوا بقلب المدينه، انقتلوا بقلب المدينه، بده النظام 6 شهور او 5 شهور لحتى يدخلها. والله عملت شو سويت؟ طيب انا اذا عميل شو بسوي؟ شو التخطيط انه هلا بروح بشلحهم هذول بحرقهم طيران حرق، بعدين بقول لهم اخوان عندنا قتلى كثير يلا انسحبوا، وهذا اللي صار. المدينه سلمت بيوم واحد، لكن المدينه ما صار. لك امبارح كانوا بالقلعه ما دخلوا المدينه، اليوم المدينه صاروا فيها انتهت لهم الا بعض الجيوب يعني. بينما انا برجع بقول ما بدي احكي لك على الاستراتيجيه الحمقاء بالاصل، لا حتى باستراتيجيتكم انا بدي اياك يا عنصر الدوله تنتبه، يا عنصر كل فصائل. لك انا احكي لك على الدوله، لك انتم انشح الفصائل الباقيه، انشح ب1000 مره من الدوله. يعني اذا بتامل خير انه في شباب الدوله، وطبعا في كل فصيل كلكم فيكم خير، لك الفصائل كلها فيكم خير، لك كلكم لك من الجيش الحر، لك كلكم فيكم خير، كلكم شباب مثل الورد، الا ما يعني ما الكل اكيد مو الكل، بس اغلبكم كثير منكم شباب مثل الورد القلب يحترق عليه. فكر، فتح عقلك. انت بغض النظر استراتيجيتك الحمقاء اللي اصلا انا العمليات ما دخلت عمليه الامنيه داخل عمق تضربوا بنقطه ضعفه، ما رحت مركزت بجبال. هلا بتقول صغروني من جبال الساحل، يا حرامي انت صغروني. يعني انت لو بدك الدوله هي حاطه عقلها بجبال الساحل، طيب ما ضل ابو ايمن ملك الساحل سنه ونص. طيب وين التجهيزات تبعته بجبل؟ لو هلا هو مين بيدير عليه لو راح جهز بالجبل؟ لك انا قعدت بالجبل كياته شهرين ونص وبلشت تجهيزات ما خلوني اكمل فيها. طيب اذا كان ابو ايمن ضل امير الساحل، ملك الساحل، ولايه الساحل تبع له كان ضل سنه ونص، طيب شو عمل فيها؟ شو عمل؟ يعني نقاشك خاص. لا فكر، بدي اياك تفتح عقلك. لك حتى باستراتيجيتك الحمقى انت رحت جيت، يعني عم احكي ما رح احكي استراتيجيتك كلها، مو خي اجيت على تدمر عم شو سويت؟ حطيت 400 قربت عليهم يلا هجموا دافعوا عن ارض الاسلام. لك اللي بدافع عن ارض الاسلام لك هي ستالينغراد، لك عجزت. لك قناصين بيقول لك وقفت تقدم الجيش الالماني. ستالينغراد هي اللي قسم الظهر، عمليا قسم الظهر هتلر. لو انت تمركزت في المدينه والمدينه بقت سنه وصل لهم صارت 3 شهور النهايه عم بدهم يبلشوا على تدمر. لك حتى علينا عم يقول نحن بناخذ تدمر. لك انت كنت تتمركز بقلب المدينه، طلع الاهالي منها فرضا، وهي المدينه حساسه له كثير،
خاصة هلا بعد تفجيرات بروكسل طلعته يوليوس بوتين، يوليوس قيصر، هو الفاتح العظيم منقذ الإنسانية، هو ونظامه الإيراني من الإرهاب اللي عم ياكله، هو اللي عم ينقذ الحضارة الإنسانية، هو وهو اللي قرب الأهم، هو اللي قرب على هلا دير الزور وعلى الرقة، هو اللي قرب عليهم. هو وانا من زمان قلت لك الحدود وقت كان مستحيل انه الدولة مسيطرة سيطرة عجيبة، قلت لك الحدود العراقية السورية خط احمر عند الايراني، بدي ياخذها، راجع كلامي هذا من سنتين، بدي ياخذها، طال الزمن وقصر، بدي ياخذها، مثل ما قلت لك تل الحارة الاستراتيجي هذا عند درعا تحت عن الحدود الاسرائيلية، بدي ياخذه. احفظ كلامي، هذا مو لانه انا ساحر، لا 1 زائد 1 يساوي 2، انا عم فكر كيف عم نفكروا. وانت هذه الاستراتيجيه، تفكر عدوك كيف بده يفكر مشان تقطع عليه الطريق، مشان تعرف كيف عم يفكر، تك 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 تسوي. فكر بس انه هدول 400 اخ وهن اكثر بكثير برايها قتلوا تمام بالهي الجرده، وانه هن لو هدول قتلوا ب 400 واحد بقلب المدينه كان بده 5 شهور استراتيجيه تكون حلها يتخذ. انا وبرجع بقول لك اذا كنت عميل انت حط حالك انت كيف بقول لك بعلم الجريمه التحقيق، انه حتى تكشف الجريمه حط حالك محل المجرم، انه هذا لو كنت انا محله شو كنت سويت؟ تك 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 وحط. حتى اذا بدك تعمل جريمه، يعني حتى بدك تعمل جريمه بقول لك شو بتسوي؟ بتحط حالك محل محقق، يعني هلا المحقق لو كان هيك بدي اعمل هيك انا بسكر عليه هيك. شوف نفس الشيء كمان انت هلا لو في عميل شو بدي اعمل؟ بدي اقول لهم يا اخوان احنا لازم نسلم تدمر النظام هلا بحاجته كثير، هلا رح تعطاه يعني شرعنه عالميه، خاصه اليونسكو طلعت وقالت انه هلا بتقول لي ليش وسألنا عن الشرعنه العالميه؟ يا حبيبي هو مين لك هو ما سأل عنا بس هو راقد عليها، اصلا هو لما سأل عن الشرعنه العالميه هو بيكمل بحربه حتى ياخذ سوريا كلياتها. بس هو هلا اللي ياخذ سوريا قلت لك مقال مخططات 14 المهم جدا هلا عم يرسم لك كل شيء، حتى لقائي مع بنان الحسن انتشر، والله كل شيء عم يصير فيه بالحرف، روح راجعوا كل شيء. هالحكي كان اول يومين من بدء الضربات الروسيه، قلت لك هيك بده يسوي، هيك بده يسوي، راجع الكلام، مو كلامي مو كلامي انا مخترعه، روحوا شوفوا بالانترنت. انا ايمت منشور هذا اللقاء مقال مخططات 14 قلت لك انه النظام هدفه اصلا من العمليه السياسيه، احد اهم اهدافه من العمليه السياسيه انه ياخذ شرعنه دوليه، اللي بسموها شرعنه دوليه، لانه ترجع السفارات تنفتح اللي تتعامل مع البنوك مشان هيك اصلا بده يترك هلا ادلب، مو سحرها تفهم، بده يترك ادلب مثل الضفه الغربيه فلسطين، لحتى انه يعني يقدر ياخذ ويطلع ادلب اهمل مناطق سوريا استراتيجيا، ما بتهمه ابدا يعني من الناحيه الاستراتيجيه، وشرحنا هذا الموضوع كثير. فقلت لك حتى هو ليش راك العمليه السياسيه احد اهدافه انه ياخذ الشرائع الدوليه، هلا بلش ياخذها تطلع اليونسكو، والله نحن بنأيد هلا بعد ما كان قاتل الاطفال اللي ما بعرف ايش الدكتاتوري الوحش هلا شو نؤيد الرئيس بشار الاسد بحملته اللي عم بده ياخذها يرجع التدمير من الارهابيين. راجع فيديو تبعي من حول بشار الاسد من قاتل الاطفال الى يسوع منقذ العالم من الارهابيين. هلا بتقلي العالم كله ضدنا، بقول لك هلا اضحك حالك، لا تضحك، ما بدي شو بدي ارد لك ما رح طول كثير حكي. لا العالم كان كله ضدك، في كثير عالم لك الدعم اللي اجاك لك والله كان بيحلموا في شيشان لك شيشان، بس بدنا احكي لك فيه. حطيت لك فيديو انا من يومين كيف دخل هذا زلم خان سليم خان وده كيف تعقب يلتسن، وكيف قال له قوم، وكيف قال لك هذا اللي كانوا هذول الناس حفيانين، هذول الناس كانوا لك ما في دول فتحت لهم حدودها وكل اموال مليارات اللي اجتهم، لك المشافي لك بلاش، لك كل شيء البنوك كله دعم العالم كله مو لانه محبه فيهم، يعني كانوا بده يخلصوا من بشار الاسد، لانه بيعرفوا الدور جايهم، بيعرفوا تركيا والسعوديه الدور جايهم، يعني بيعرف بس اذا تمكن بشار تمكنت ايران الدور جايهم، ولا مشان مساواه عيونك او كذا يعني بدهم يستخدموك حجر الشطرنج. بس انت لو كنت تعرف تشتغل استراتيجيا، كنت تشتغل كند كلاعب، ما بتشتغل كحجر الشطرنج. اعطيني لاعطيك، فيدني لافيدك، وهذا الشيء محمد صلى الله عليه وسلم فعله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهو أحد أهدافه بالعملية السياسية كان إنه هو يأخذ الشرعنة الدولية اللي هو هلا هو طلع زلمة بعد تفجيرات بروكسل وهالإرهابيين والله هو خلص الحضارة الإنسانية وخلص من الإرهاب الخطير الكذا. يعني بتقول والله هن ذكيين، لا والله مو هن ذكيين. واحد لما بحكي عن إيران ونظامك بيقول لي أنت عم تمدح فيهم، يعني لك يا حبيبي أنا والله مو هن ذكيين، والله نحن سوينا هون، نحن من غبائنا سوينا هون هيك. تعرف نحن ليش نحن غبياء؟ لك نحن من أذكى شبابنا، من أذكى الشباب، بس
هالذكاء كلياته المتقد المنتهج عم يقتلوا التصهد أنا يعني لفظ بيقولوا التصوف الجهادية، يعني هن تقديس، خلص القاضي خلص الهيكل، ذاك بيقول له الصوفي يزيد حاله مؤخر طابق وبيزيد حاله، هذا نفس الشيء. إذا بقول لك التصهد يقتل العقل دون أي رصاصة، يعني تجميد العقل. هذا الذكي خلص هيك خلص، والتحزب وهيك فصيل، خلص فصيل هو صح شو ما كان لك. شفت هلا انه وين الهدنه هنيك الشباب كانوا يقولوا وين دواعش لك، ما انت هذول مرتدين وصحوات شو طلع انا ما ندوه. على كل الاحوال انا حبيت بس الفت نظر صغير على انه انت تفكر بعقلك. يعني انت ما راح احكي استراتيجيه كلياتها، يعني سقط التدمر بلش تبريرات قل هو من عند انفسكم. مين راح طلع قال نحن خلينا نفكر بحالنا شوي، خلينا نفكر. برجع بقول لك اذا كان في قائد عميل رح يعمل اكثر من هيك، رح يقدر يعمل اكثر من هيك. فكر بيها على بس رح يقدر يعمل اكثر من هيك. بيقتل 400 اخ بالصحراء بحرقهم حرق، بقوم بيقول لهم ليك 400 خلينا ننسحب يا اخوات. يعني هذا 400 اخ ما دام بدك تحرقهم، كنت تتركهم بالمدينه، تمام، كنت تتركهم بالمدينه. يعني وخاصه انه المدينه حساسه، ايده بتوجعه اذا قصفها كثير بجوز المدينه اثريه تروح ينهد لك. وهو يعني انا اللي كنت دائما بتعرف السؤال كان يحيرني انه هالاعلام كله عم يصور مباشر. طيب هن ما خافوا انه يعني هيك تنزل شي قذيفه بالغلط على المدينه الاثريه وهم يتهمون انه هن ينزلوا. يعني هلا الواقع اسود، الواقع قاتم يعني ظلام. طيب يعني انا كلامي انه عم اقول لك خلص نحن بستسلم وانتهينا. طيب لو بدي استسلم وانتهيت كنت انا اول واحد استسلم وانت انتهيت. انا عم احكي هذا الحكي اعلم يقينا انه بده تقوم امتنا، بدها تصحى، والله بدها تصحى. ما تنبسط كثير يا خامنئي ويا يعني يا نصر الله وما بعرف لا تنبسطوا كثير. والله رح تصحى امتنا، اسال الله ان يكون هذا الحكي وهذا المنهج لبنه حتى تيجي تطور ويجي اللي بعده يطور. انا ما بزعم انه حس العلم لك ولا نصه، انا ما وفقته وسددت، بس عم حاول اعمل لبنه حتى يجي بعدنا يطورها باذن الله. وباذن الله بس صحيت امتنا وبس فهمت 3 شغلات: اللعبه الاستراتيجيه واللعبه الاستخباراتيه، وفهمت سيره نبيه بعمق عايشه فيها. راجع دروسي بالسيره هي مهمه جدا، وصار تعلم عناصره. هذا الحكي مثل ما عم تعلمون أركان الوضوء، وقتها هي الجماعة اللي تنتظر نصر الله، وقتها قولوا اللهم نصرك الذي وعدت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.